طبعا زي ما احنا عارفين ان بكره ماتش الاهلي وبتروجيت ان شاء الله الساعه 8. اول ماتش لعماد النحاس وجهازه الجديد. تابع معايا الفيديو للاخر عشان تعرف انا جاي اقول لك ايه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجتين عماد النحاس عملهم بحاجتين هيفرحونا كلنا. اول حاجه رجع لنا الكينج علي معلول لقائمه الفريق تاني. دي اول حاجه هتفرح كل الاهلاويه. تاني حاجه عمل ايه بقى؟ طلع اكرم توفيق من القايمه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدا. ايوه كده، ده حاجه تفرحنا. طلع لنا اكرم توفيق وطلع العش برضه. ده اول حاجتين عملهم. قايمه يعني من اللي موجودين. تمام، معلش يعني انت معاك فرقه قويه. ان شاء الله تكسب بكره. ان شاء الله تعمل اداء كويس، مكتم على التمرين. مش مخلي حد يصور التمرين، مش مخلي حد يعمل اي حاجه. فنتمنى له التوفيق. القايمه زي ما هي موجوده في ماتش صن داونز هي نفس القايمه، بس ايه، نطلع نزل علي معلول وطلع اكرم والعش، هي نفس الايه القايمه. فان شاء الله الاهلي يكسب بكره. زي ما احنا عارفين ان بكره الماتش الساعه 8. ماتش مهم جدا، 3 نقاط مهمه جدا. مش عايزين نضيع ولا نقطه. مش عايزين نضيع ولا نقطه. قولوا لنا رايكم في قرارات عماد النحاس برجوع علي معلول وانه طلع اكرم توفيق. ونفس الموضوع برضو توقعنا الماتش بكره يخلص كام. سلام عليكم.